واليوم نتكلم على الجانب الصوتي، على النقل الصوتي للقرآن العظيم. إخواننا الكرام، القرآن العظيم نزل قبل 15 قرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العربي بلسان عربي مبين. العرب قوم يسكنون الجزيرة العربية كما نعلم، ويتكلمون لغة اسمها اللغة العربية، وهم قبائل وجماعات منتشرة في أرجاء الجزيرة العربية، لغتهم واحدة لكن بينهم فروقا. هذه الفروق يسميها العلماء لهجات. الفروق بين منطقة ومنطقة تماما كما نرى في عصرنا، يعني لما مثلا نسمع إنسانا من اليمن يتكلم، أو إنسان من العراق يتكلم، إنسان من بغداد من الشام يتكلم، من مصر يتكلم إلى آخره، من السودان يتكلم، من هذه البلاد العربية، نجد بأننا نفهم عليه، ولكنه أحيانا قد يأتي بحروف نفهمها ولا نستطيع، يعني لم نعتد في بيئاتنا أن نتكلم بهذه الحروف. قد يستعمل مفردات لا نفهمها لأنها منتشرة عنده غير منتشرة في بيئة أخرى. لذلك اللغة العربية هي اللغة التي نزل بها القرآن العظيم في زمن النبوة. قال تعالى عن القرآن العظيم: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين. إذن اللسان العربي يشمل قبائل العرب كلها. وأعود فأقول: العرب تتكلم بلهجات. هذه اللهجات بينها الكم الكبير جدا من القواسم المشتركة، لكن بينها فروقا. نستطيع أن نصنف الفروق بين اللهجات العربية إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى: الكلمة تكون موجودة في هذه البيئة وهذه البيئة وهذه البيئة، قبيلة فلان قبيلة فلان قبيلة فلان، لكن طريقة نطقها تختلف من بيئة إلى أخرى. مثلا خذوا في وقتنا المعاصر، في عصرنا هذا، الماء، كلمة الماء بالفصحى نقول الماء، لكن مثلا في الحجاز في السعودية يقولون موية، في بعض مناطق الجزيرة يقولون الماء، الماء يعني ميم ألف، في بلاد مثلا مصر يقولون مية، في بعض المناطق يقولون ماي، ماي هكذا ميم مرققة ألف ياء، في بعض البلاد الأخرى يقولون مي، ميم ياء وميم مفخمة، هكذا يلفظونها بالعاميات. كلها ألفاظ مختلفة لكلمة واحدة، لكلمة واحدة. إذن هذا أحد مظاهر الاختلاف بين اللهجات، أن تكون الكلمة موجودة في بيئات عربية متعددة، ولكن طريقة التصويت بها تختلف من بيئة إلى أخرى. هذا مظهر. المظهر الثاني: أن تكون الكلمة موجودة في بيئتين عربيتين، ولكنها تعني في بيئة شيئا وفي بيئة أخرى من البيئات العربية شيئا آخر. مثلا خذوا في زمن النبوة كلمة صبأ. صبأ عند قريش تعني عبدة الكواكب، الصابئين عبدة الكواكب. أرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد بن الوليد إلى إحدى القبائل ليرى هل أسلموا أم لا. فلما رأوا خالدا رضي الله عنه ومن معه قال صار أفراد القبيلة يقولون صبأنا صبأنا، هم يقصدون يعني دخلنا في الإسلام، لكن خالدا رضي الله عنه قرشي يعرف صبأنا يعني نحن من الصابئة من عباد الكواكب، فصار يقتل فيهم، وجرت معركة ما كان لها داعي بسبب اختلاف اللهجة. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. إذن يعني قد يكون أحيانا اختلاف وجود كلمة اختلاف معنى الكلمة من بيئة إلى بيئة قد يسبب إشكالات في بعض الحالات. يعني هذا هو المظهر الثاني من مظاهر اختلاف اللهجات، أن تكون الكلمة موجودة في بيئتين عربيتين ولكنها تعني في كل بيئة معنى. المظهر الثالث من مظاهر اختلاف اللهجات أن تكون كلمة موجودة في بيئة وغير موجودة في بيئة أخرى. سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي قبيلته بنو دوس
يقولون مدية ولا يقولون سكين، مدية. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه أول مرة سمع كلمة السكين سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما كنا نقول إلا المدية. إذن قد تكون الكلمة مهملة. قال تعالى في القرآن العظيم وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا. كلمة الأب هذه سئل عنها أبو بكر وعمر فتوقفا بها رضي الله عنهما. تصوروا يعني سيدنا أبو بكر القرشي، سيدنا عمر بن الخطاب القرشي، توقفا في كلمة الأب، وهذه الكلمة تعني العشب والكلأ بلغة هذيل كما ذكر الصاغاني رحمه الله تعالى. إذن الأب هو العشب أو الكلأ الذي تأكله الماشية سواء كان طريا أو كان يابسا. إذن القرآن العظيم فيه الأصل يعني أغلبه بلسان قريش، ليس كله، لأنه قد تجدون في بعض الآثار أن القرآن بلسان قريش. هذه الآثار تحمل على أن الأغلب الأعظم من الكلمات في القرآن العظيم بلسان قريش، لأن قريشا يعني أم القبائل والقبيلة التي جمعت كثيرا من مفردات العرب بحكم أنها مركز ديني ومركز تجاري، فلذلك كانت لغتها مرموقة، وكانت لغتها لغة الخطابة ولغة الشعر ولغة التحدث في المجالس العامة، بينما لما يكون أفراد القبائل مع بعضهم يتكلمون بلهجاتهم المحلية. إذن القرآن العظيم قرشي بأغلبه لكنه عربي بكله. وكم من كلمة في القرآن ليست بلسان قريش، يعني مثلا عندنا قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها، وحرام هكذا تقول قريش، لكن بنو هذيل يقولون وحرم، وحرم على قرية أهلكناها، وهي قراءة حمزة والكسائي. كلمة مخمصة التي وردت في القرآن الكريم بمعنى مجاعة هي بلسان قريش، قريش تقول مخمصة بدل ما تقول مجاعة. أنؤمن كما آمن السفهاء، السفهاء جمع سفيه، والسفيه هو الجاهل بلغة كنانة، بلغة كنانة السفهاء يعني الجهال. باءوا بغضب، فباءوا بغضب، باءوا بمعنى استوجبوا بلغة جرهم، قبيلة جرهم. وكلا منها رغدا، الرغد هو الخصب بلغة قبيلة طي. حتى إلا دابة الأرض تأكل من سأته، من سأته يعني عصاه بلغة حضرموت وأنمار وخثعم، قبيلة خثعم. فأرسلناه أي سيدنا يونس إلى 100,000 أو يزيدون، أو هنا بمعنى بل بلغة كندة، يعني فأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون على 100,000. وهذا هو الواجب في تفسير هذه الآية، وإن كنا خرجنا عن الموضوع قليلا، لأن أو المشهور في استعمالها، المشهور في استعمالها في لغة العرب أنها تكون للتخيير أو للشك. التخيير أن يقول واحد للآخر خذ القلم أو الدفتر، قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، هذا تخيير. الشك أن أقول جاء القوم 5 أو 6، هنا لما قلت 5 أو 6 قلتها على سبيل إيش؟ على سبيل الشك، والشك لا يصح في حق المولى الجليل، لأن الشك من الجهل، والله عز وجل تعالى جل جلاله هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، فلا يصح هنا أن يكون إلى 100,000 أو يزيدون أن تكون للشك، وإنما هنا هي بمعنى بل يزيدون، وهي كقوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب، ولا يصح أن تكون بمعنى أو هو أقرب يعني يا كده يا كده، هذا لا يصح في حق القرآن العظيم، لابد أن تكون أو هنا بمعنى بل، وهي بلغة قبيلة كندة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما معنى كاظمين؟ مكروبين، أصابهم الكرب، وهي بلغة قبيلة أزدي شنوءة، إلى آخره من الكلمات التي لو تتبعناها، بل ألفت في ذلك كتب ككتاب اللغات في القرآن. هناك كتاب اسمه اللغات في القرآن ألفه أبو أحمد السامري عبد الله بن الحسين بن حسنون رحمه الله، ويرويه مسندا إلى سيدنا عبد الله بن عباس، فيه كلمات كثيرة، يقول الكلمة الفلانية بلغة القبيلة الفلانية، الكلمة الفلانية بلغة القبيلة الفلانية. كتاب ممتاز اسمه اللغات في القرآن، وليس كبيرا، كتاب يعني هكذا رقيق الحجم،
من أراد أن يعني يهتم به. إذن القرآن العظيم عربي، الكلمات التي فيه من عدة قبائل عربية، لكن الأغلب الأعم بلسان قريش. بقي موضوع التصويت بحروف القرآن. كما ذكرت، العرب قبائل لهم بعض الحالات الخاصة في تصويت بعض الحروف. هل منعوا نهائيا من أن يقرأوا القرآن إلا بلسان قريش، أم سمح لهم بأن يقرأوا بكل ما هو بين أيديهم من لهجات؟ الحقيقة لا هكذا ولا هكذا. لم يضيق على العرب حتى يقرأوا بلسان قريش لأن هذا يصعب عليهم. سمح لهم بأن يقرأوا بحروف لا تغير المعنى، وأرجو أن تنتبهوا إلى هذا المبحث لأنه دقيق. سمح للعرب بقوله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف فاقرأوا كما علمتم. سمح لهم أن يقرأوا بعض الحروف التي لا تغير المعنى، من ذلك ما يتعلق بالهمزة، سواء كانت الهمزة ساكنة مثل يؤمنون، يعني لو قال القائل يؤمنون أو قال يؤمنون المعنى لم يختلف، وليس ثمة خوف من تغير المعنى بتغير الحرف. وقريش تقول يؤمنون حتى تكون بالصورة، قريش لا تهمز الهمزات الساكنة، يبدلون الهمزات الساكنة. إذن يؤمنون هذا لا خوف فيه. جاء أحد منكم، ممكن جاء أحد التقى همزتان، لو قال بعض القبائل جاء أحد منكم فاكتفوا بهمزة لا خوف في ذلك، أو سهلوا إحدى الهمزتين جاء أحد منكم، أو أبدلوها ألفا جاء أحد منكم، أيضا هذا لا خوف فيه. إذن ما يتعلق بالهمزات سمح به بما تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أذن به. الإدغامات، قبيلة تقول كذبت ثمود بإظهار التاء عند الثاء، قبيلة ثانية تقول كذبت ثمود فتدغم التاء في الثاء وهو أسهل، لا شك أنه أسهل. قبيلة تقول لقد سمع الله قول الذين قالوا، لقد سمع فيدغمون الدال في السين. قبيلة أخرى تقرأ على الأصل لقد سمع الله. سمح بهذا وسمح بهذا بما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه وأقرأهم. الفتح والإمالة وبين اللفظين، وهذا أمر منتشر في العرب جدا. فأغلب القبائل تقول مثلا موسى عيسى. بعض القبائل العربية تخلط صوت الألف بشيء من الياء قليلا فيقولون موسى عيسى. قبائل أخرى تخلط الألف بالياء خلطا كاملا فيتولد حرف بين الألف والياء تماما فيقولون موسى عيسى، ويصعب عليهم تغيير لسانهم. هذا أيضا سمح به لأنه لا خوف منه ولا يؤثر في تغيير المعنى. سنتابع الحديث في هذا الموضوع بعد الفاصل، فانتظرونا.